السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ومن غير ما اطول عليكم تعالوا نشوف ازاي عملت المشهد ده على برنامج دافينشي ريزولف. هنتعلم كل حاجة من الصفر وهنتعلم ازاي عملت نقلة الكاميرا اللي قدامكم دي. اول حاجة هنحتاجها وهي فيوجن كومبوزيشن. هدوس كليك يمين نيو فيوجن كومبوزيشن وادوس كرييت. هسحبها على التايم لاين واخلي مدتها 4 ثواني. هخش على صفحة الفيوجن، هلاقي عندي الميديا اوت. كل اللي هحتاجه في البروجكت ده او في المشهد ده وهي قطعة الشطرنج السوداء وقطعة الشطرنج البيضاء. تعالوا في الأول كده نسميهم علشان ما نتلخبطش بعدين. هدوس على النود دي كده وادوس F2 واكتب بلاك على أساس إن هي القطعة البلاك، واجي على دي ادوس F2 واكتب وايت. بعد كده هبدأ أعمل أول حاجة الباك جراوند. هجيب باك جراوند سودا خالص وأوصلها في الميديا أوت، هتظهر معايا بالشكل ده. هجيب فوقها باك جراوند سودا كمان وأوصلها كده وأعمل لها ميرج. هخلي الميرج دي لونها رايح للفراني كده شوية أو للرمادي كده شوية، وهجيب ماسك دايرة وأبدأ أوصله بالباك جراوند دي وأكبره سنة كده، وأجي على السوفت ايدج أزوده كده للآخر. هلاقيه اداني الشكل ده، لكن أنا عايز أزوده زيادة عن 0.2، فهدوس كده كليكين شمال واكتب رقم 1. هيبقى معايا بالشكل ده. أظن إن هو ظاهر قدامكم إن فيه يعني إيه درجات من الدواير. لو زودت كده هتبان معاكم بشكل أكبر، يعني زي ما انتوا شايفين كده. احنا بس إيه هنخليها حاجة بسيطة بحيث إن هي تدينا عمق بس مش أكتر. وهاجي أرفع الدايرة دي فوق كده بحيث إن النور ده أو البياض ده يبقى جاي من هنا كده. انا كده خلصت الباك جراوند بتاعتي. هبدأ اول حاجة اجيب القطعة السوداء واوصلها فوق الباك جراوند. هعمل لها ميرج بالشكل ده واوصلها فوق. هلاقي ان القطعة معايا الوانها بايظة او هي متصورة في ظروف اضاءة غير ظروف الباك جراوند او غير اضاءة الباك جراوند. فهحتاج بقى ايه اغير في الهاي واللو. فعشان اعمل كده هسحب الكالر كيرف من هنا كده او شيفت وسبيس واكتب كالر كيرف اللي هي ديت وادوس اد. هتظهر لي كده على الجريد، همسكها واوصلها فوق القطعة السوداء. بعد كده هاجي على الانسبكتور هفعل البري ديفايدد اند بوست مالتبلاي وابدأ بقى ايه اقلل في اللو. هتلاقي الاسود بدأ يبقى اسود اكتر، واقلل في الهاي هتلاقي الابيض بدأ يبقى اسود اكتر. الشكل اللي انتوا شايفينه ده اقلل في الكيرفات. اهم حاجة مسحبش اخر حاجة في الاسود عشان ما يبدأش يبين لي شكر بورد على اللون الاسود وهلاقيه بوظ لي الدنيا خالص. هدوس كتر زد ومسحبش اللي هو اعلى حاجة في الهاي عشان برضه هلاقيه بدأ يعمل لي الموضوع ده في الحاجات الهاي. انا بس ايه اتحرك في الكيرفات اللي في النص ديت لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزه. اظن الشكل ده مناسب معايا. الفكرة ايه ان انا اوريكم المشهد بس واعلمكم المشهد، انتوا افضلوا غيروا في الكيرفات دي لحد ما توصلوا للشكل اللي انتوا عايزينه. انا اظن الشكل ده مناسب جدا. برضه هنصحح في الالوان ونصحح في الحاجات دي بعدين. هاجي قبل الكالر كيرف هجيب ترانسفورم نود واوصلها على الميديا ان او على القطعة السوداء وابدأ اصغر حجمها بالشكل ده وانزلها هنا كده. اظن كده مكانها كويس. زي ما قلنا هنحتاج نغير او نعدل في الالوان بتاعتها. فهاجي بعد الكالر كيرف شيفت وسبيس وهبحث عن حاجة اسمها CC او كالر كوريكتور وادوس اد. بعد كده اجي على اوبشن بري ديفايدد اند بوست مالتبلاي وارجع تاني على الكوريكشن. ابدأ ازود الكونتراست حاجة بسيطة خالص، اقلل الجين، اقلل الجاما بالشكل ده. يعني اظن ان هي كويسة جدا. يعني اظن ان هي كويسة جدا كده. انتوا بقى تقدروا تغيروا في كل حاجة زي ما انتوا عايزين لحد ما توصلوا للشكل المناسب معاكم. طيب دلوقتي انا عايز انسخها. مش هاجي اعمل كده وادوس كتر سي وادوس كتر في، لا، انا هاجي ابحث عن حاجة اسمها دوبليكيت واضيفها بعدهم كلهم بحيث تعمل لي عدد نسخ معين انا هحدده لكل حاجة بعدها. فهاجي على الدوبليكيت اجي على رقم 2 ده اكتب 5. كده انا عملت 5 نسخ. وهاجي على السنتر الاكس ده ابدأ اسحبه كده شوية بحيث ان النسخ كلها يبقى فيه فرق ما بينهم المسافة دي. لكن البيفت بوينت بتاعتهم بادئة من علامة الترانسفورم ديت، فعشان اغيرهم كلهم اقدر اجي اجيبهم كده من الترانسفورم بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده اقدر برضو اصغرهم شوية كده وانزلهم تحت شوية كده او انزلهم من الدبليكيت او انزلهم من الميرج عادي خالص بحيث ان مفيش حاجة تتقص.
اظن كده هما مكانهم مناسب وشكلهم كويس. بعد كده هبدأ اضيف قطعة الشطرنج البيضة، لكن هحتاج اضيفها تحت القطعة ديت علشان هي تطلع من تحتهم. هاجي اوصلها كده تحتهم على طول، هتبقى بالشكل ده معايا. هبدأ اضيف ترانسفورم نود بعدها على طول من هنا كده، وابدأ اقلل السايز بتاعها كده وارفعها هنا كده بحيث ان هي في الاخر تبقى هنا. لكن برضو هي هتحتاج لها شوية تعديل في الكيرفات وتعديل في الكلر، او غالبا تعديل في الكيرفات بس على ما اتذكر. هسحب كلر كيرف اوصلها بعد الترانسفورم، افعل البري ديفايدد اند بوست ملتبلاي، ابدا اقلل في الهاي واقلل في اللو. تقدر تزود لكن هتلاقي الصورة بدأت تبقى معاك بالشكل ده. لا، احنا عايزين نقلل عشان ندي كونتراست كده اكتر. اظن هي كده شكلها جميل جدا. تعالوا نضيف كلر كوريكتور ونفعل برضو الاوبشن. ممكن نزود الكونتراست حاجة بسيطة جدا، يعني اظن هي كده حلوة قوي. بعد كده انا معايا 4 ثواني والتايم لاين ده 50 فريم، يعني انا معايا 200 فريم زي ما انتوا شايفين كده من 0 ل 199. فانا هاجي عند الفريم 0 بحيث ان انا ابدأ من المكان اللي انا عايزه، وهاجي عند الترانسفورم بتاع القطعة البيضة دي وادوس كي فريم على السايز، وادوس كي فريم على السنتر بالشكل ده، وادوس كي فريم على الانجل. هقول له ان انا عايز ابدأ من الانجل دي هنا كده، وهقول له ان انا عايز ابدأ من هنا، وهقول له ان انا عايز ابدأ من السايز ده بحيث ان هي تبقى مختفية ورا القطعة دي. ده اول فريم. هاجي عند فريم 30 مثلا او فريم 40، وهاجي اعمل كي فريم عند السايز وكي فريم عند السنتر، وهاجي ازود السايز كده وارفع القطعة فوق كده. ممكن اقلل السايز حاجة بسيطة كمان. فكده من الفريم 0 لحد فريم 40 هي هتطلع بالشكل ده. ولحد اخر فريم بقى هاجي عند اخر فريم هبدأ الف الانجل بالشكل ده بحيث ان هي تلف طول الكليب. فلو جيت اتفرجت هلاقيها بتطلع كده والانجل شغالة معايا طول الكليب. بعد كده هاجي على الترانسفورم دي اضغط عليها، واجي على السبلاين اضغط عليها من هنا. اهم حاجة من ال3 نقط دولت اتأكد ان انا مفعل شو اونلي سيلكتد تول، واعمل زوم تو فيت من هنا عشان الكيرفات كلها تظهر معايا. هبدأ الغي الانجل علشان اتحكم في السايز والديسبليسمنت او اللي هو المكان بتاعها بس. هدوس كتر A وادوس كليك يمين واجي على الايز اختار اوت كيوبك بحيث ان هي تطلع بسرعة وتنتهي بالراحة. فلو جيت اتفرجت هلاقيها معايا بالشكل ده. اظن شكلها جامد جدا. هاجي ارجع تاني على الانجل، افعل الانجل والغي الاتنين دول. لا، هنلغي السايز. ندوس كتر A على الانجل وادوس حرف S، هلاقي الموضوع معايا بالشكل ده. تقدر تعدل في الكيرفات لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه، او لو بتعمل ورايا تقدر تعمل زي ما انا بعمل بالظبط عشان المشهد يطلع معاك زي ما انا بعمل بالظبط. بعد كده ناقص 3 حاجات وهما التكست اللي في الاول والتكست اللي في الاخر. دول حاجة ناقص الجاشن بلور وناقص الكاميرا ترانزيشن. علشان اعمل الكاميرا ترانزيشن هجيب ترانسفورم احطها فوقهم كلهم علشان لو جيت اتحكم فيها تتحكم لي في كل حاجة. طيب هاجي عند الفريم 0 اعمل كي فريم عند السايز وكي فريم عند البيفوت، وهاجي عند فريم 40 هعمل برضو كي فريم كده. هرجع تاني عند الفريم 0 هقوله ان انا عايز ابدأ بقى من السايز ده وعايز ابدأ من هنا كده. فانا لو جيت اتفرجت هلاقي الموضوع معايا بدأ يبقى بالشكل ده كده. بعد كده نفس النظام هاجي على الترانسفورم دي كده واجي على السبلاين كتر A كليك يمين اجي على الايز اوت كيوبك بالشكل ده واجي اتفرج هلاقي الموضوع بدأ يبقى معايا بالشكل ده. لكن غالبا هحتاج امد الانيميشن بتاع الزوم ده للاخر او شوية يعني. فهاجي على الكي فريم وهاجي برضو افعل شو اونلي سيلكتد تول عشان النود اللي انا محددها بس هي اللي تظهر لي. هاجي اعمل زوم تو فيت وهاجي افتح النود كده كليكين شمال وابدأ اسحب الاتنين كي فريم دولت لحد حوالي فريم 80 على ما اتذكر بحيث ان الانيميشن يمتد لحد الفريم 80. فلو جيت اتفرجت هلاقي ان الكيرفات باظت. هرجع تاني على السبلاين افعل الترانسفورم وافعل الديسبليسمنت والبيفوت والسايز. دي الترانسفورم بتاعتهم كلهم. هدوس كتر A اجي على الايز اوت كيوبك بالشكل ده كده واجي اتفرج
هلاقي الانيميشن امتد معايا لحد الفريم 80، بادئ بسرعة وبينتهي بالراحة. والنقطة هنا علشان ادي مجال لعينك ترتاح من الانيميشن الاول، بعد كده ابدأ اخضك بالانيميشن التاني اللي هو الكاميرا ترانزيشن. الكاميرا ترانزيشن ديت هتتعمل في فريم واحد بس، فانا هاجي عند الفريم 80 اول ما الانيميشن يخلص. هو كده كده الانيميشن منتهي بالراحة، يعني من حوالي فريم 50 لحد الفريم 80 انت عينك مرتاحة في انيميشن بطيء خالص. فهاجي عند الفريم 81 اعمل كي فريم عند السايز وكي فريم عند البيفوت، واجي ازود السايز وارفع البيفوت كده الناحية دي واجيبها الناحية دي بالشكل ده، بحيث ان في خلال فريم واحد بس اكون انا وصلت للشكل ده. فهاجي اتفرج هلاقي الانيميشن بقى كده، واول ما اجي عند الفريم 80 هلاقيني بقيت كده. ده كله قطعة الشطرنج لسه بتلف. علشان ادعم الكاميرا ترانزيشن ديت بحاجة جميلة او حاجة متخضش عين المشاهد، هضيف حاجة اسمها جاشيان بلور فوقهم كلهم كده بالشكل ده. وهاجي عند الفريم حوالي 78 واعمل كي فريم على السترينث واخليها زيرو، واجي عند الفريم 81 اللي هي اول ما تيجي هنا اعمل كي فريم واخلي السترينث عالي شوية كده بحيث ان الصورة كلها تبقى عاملة بلور. اجي عند الفريم حوالي 84 بعدها ب3 فريم اقلل السترينث كده، واجي على السبلاين احدد الجاشن بلور هتظهر لي هنا، ادوس على الصح زوم تو فيت كاتر الاي، ادوس حرف الاس، هلاقي معايا الكيرف بدأ يبقى بالشكل ده. لكن لو جيت اتفرجت هلاقيه مش احسن حاجة. تعالوا ما نتفرج كده، نقفل السبلاين، تعالوا نتفرج كده. يعني هو شكله حلو لكن احنا ممكن نجمل فيه شوية بحيث ان البلور، لا هات الجاشن بلور، بحيث ان البلور يبدأ بالراحة خالص ويبقى قوي جدا عند الترانزيشن. فهاجي احدد الاتنين كي فريم دول كده، هيظهر لي الهاندل دول، هبدأ ادوس كنترول واسحب الهاندل دي كده بحيث ان هو يبدأ بطيء 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 بطيء، وهنا يبقى سريع لحد ما يوصل للنقطة دي. ممكن اعمله كده برضو شوية في النقطة دي، وهاجي هنا هزود دي كده بحيث ان هو يفضل عالي شوية وبعد كده ينزل ايه مرة واحدة. ممكن ارجع الفريم ده كده برضو كمان 1 فريم او 2 فريم، واحدد دي كده واعملها كده وارفع دي كده. اجي اتفرج هلاقي ان البلور ظاهر قدامي ومديني شكل جمالي كده في الترانزيشن. يعني لو جيت اتفرجت من الاول هلاقي ان البلور يعني انا شايفه بعيني. تقدر تدوس هنا كليك يمين وتختار تشيل علامة الصح من على الهاي كواليتي والموشن بلور عشان الموضوع يبقى معاك سموث كده وانت بتتفرج شوية عن وانت مفعل الموشن بلور او مفعل الهاي كواليتي لو الجهاز بتاعك ضعيف شوية. بعد كده هبدأ اضيف التكست، فهضيفه تحتهم علشان يأثر عليهم كلهم، الترانسفورم والجاشن بلور يأثروا عليه. همسح التكست بلس ديت، انا افتكرت ان انا عامل بريست للتكست اب اللي انا بعملها ديت على طول. هبدأ اوصلها في الميرج وهاجي هنا اكتب سبسكرايب. يا ريت يعني اللي انا عامله ده بيبتدي من الفريم بيبتدي من هنا، فانا ممكن اجي اتفرج كده اشوفه مظبوط ولا لا. هو مظبوط لكن محتاج يبقى سريع شويه. فهاجي احدد الفريمات اللي انا عاملها او الكي فريمات اللي انا عاملها، وممكن ايه يعني اسحبهم هنا كده شويه بحيث ان بدايتهم تبقى سريعه شويه يعني. واجي بعد كده ابدا بقى اظبط المكان بتاعهم. اقدر اظبطهم الميرج عادي خالص، لان الميرج ديت بتأثر بس على الفور جراوند، يعني اي سيتنج هنا هتأثر على الفور جراوند اللي متوصلة بالميرج مش هتأثر على الباك جراوند. هاجي اتفرج هلاقي الانيميشن معايا بدأ يبقى بالشكل ده. ديت هتحتاج تزيد عشان الشكل الجمالي من هنا كده. لو غيرت لونها هتديني شكل حلو، يعني اظن اللون ده ممكن يبقى جامد. بعد كده هاجي على الفريم 80 واجي على الميرج ادوس كي فريم على البلند، والبلند ديت اللي هي الاوباستي وهخليها 1. واجي عند الفريم 81 اول ما الزوم ده يحصل هنا كده، وهخلي البلند بتاعت التكست 0 بحيث ان التكست يختفي مع الانيميشن او الكاميرا ترانزيشن دي. بعد كده هاجي اضيف واحدة كمان كاترل سي كاترل في واوصلها فوقها كده بالشكل ده، واجي هنا اكتب لايك وهغير مكانها بحيث ان هي تبقى هنا، وهاجي على الكي فريم افتحها كده واخلي الانيميشن بتاعها يبدأ من هنا. منين؟ لا يبدأ من هنا شوية،
خليه يبدأ على طول بحيث ان المشاهد ما يملش. انت طبعا تقدر تضيف اي تكست انيميشن زي ما انت عايز او اي حاجة انت عايزها. بعد كده اظن مفيش حاجة تاني، اظن المشهد انتهى. اسهل من السهولة. اظن القطعة ديت محتاجين ننزلها تحت شوية، فهرجع تاني على القطعة البيضاء واجي عند الفريم 40 وانزلها سيكة بس كده بحيث ان هي تبقى هنا بدل ما كانت فوق. واجي اتفرج تاني هلاقي الموضوع معايا بدأ يبقى بالشكل ده. اظن كده جامد جدا. ممكن نضيف شوية زوم انيميشن كده بسيطة خالص. فهاجي عند اخر فريم واعمل كي فريم عند السايز في الترانسفورم اللي هي بتأثر عليهم كلهم بقى، وازود بص سيكا يعني ايه كده، حاجة بسيطة خالص، حاجة بسيطة خالص، بحيث ان يفضل يبقى فيه زوم انيميشن طول ما الفيديو شغال زي ما انتوا شايفين كده. اظن هو ده كل المشهد بتاعنا. نقدر بقى ايه نعمل الساوند ديزاين بتاعنا هينقل لنا المشهد في حتة تانية. احسن حاجة بقى في صفحة الفيوجن ان انا لو جيت نسيت حاجة اقدر ادخل على الفيوجن كومبوزيشن هلاقي كل حاجة معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اقدر بقى ايه اغير في اي حاجة انا عايزها. انا كده عارف ان دي القطعة البيضاء واخدة ترانسفورم واخدة الكالر كيرف، اقدر اعدل زي ما انا عايز. انت واصلك الفكرة؟ هي ديت احسن حاجة في صفحة الفيوجن ان كل حاجة قدامك واضحة. اهم حاجة بس ترتيب النود وتبقى عارف ان ديت تحت وديت فوقها وديت فوقها، وكل حاجة من هنا بتأثر على اللي تحتها، وتبقى مسمي كل حاجة علشان تبقى واخد بالك من كل حاجة لو جيت ترجع لها تاني. وهو ده كان فيديو النهاردة، فيديو بسيط كده، اتمنى المشهد يعجبكم واشوفكم الفيديو الجاي، وسلام عليكم.